نأتي إلى أهالي الطيرة الأصايل، نقدم كشف الحساب ونطلب ثقة الناس للاستمرار في مسيرة البناء والعطاء في مدينة الطيرة. على مدار 15 عاما وعدنا الناس أن نكون بينهم وفي خدمتهم ومن أجلهم، وهكذا كان، وعدنا ونفذنا. كل شارع، كل مشروع وراء عشرات بل مئات من الساعات من العمل المنظم والممنهج والمهني والمتابعة والملاحقة أمام المؤسسات الحكومية. كنت هناك إلى جانب رئيس البلدية وإدارة البلدية، نعمل ليل نهار أمام وزارة المواصلات لتنفيذ العشرات من المشاريع الجبارة بملايين الشواكل. الشارع الالتفافي 24 الجنوبي بمبلغ أكثر من 60 مليون شيكل بمراحل متعددة. شارع عابر الحارة الغربية بأكثر من 50 مليون شيكل. والآن ضمن الخطة الخماسية لوزارة المواصلات ومن خلال العمل الحثيث نجهز أنفسنا للبدء بعمل بمشروعين كبيرين: شارع صلاح الدين وشارع الالتفافي الجنوبي الذي يربط المدينة في المدخل الجنوبي شارع 544. وعدنا ونفذنا. وبالإضافة لهذه المشاريع الجبارة كان لمنطقة المدينة القديمة المحص نصيب في اهتمامنا. قمنا بتنفيذ مشروع بمبلغ 8 مليون شيكل بتنفيذ البنى التحتية ورصف الطرق وتنظيم السير لصالح كل أهالي المدينة.